اليوم حلقتنا بعنوان رسالة مفتوحة إلى أهلنا في البحرين: بلدكم أهم من مذهبكم. طبعا جاي نسمع بالأيام الأخيرة أكو سلاح دخل للبحرين من العراق، لزمت مجموعة كانت تتدرب بالعراق، يعني أقاويل من هذا القبيل. ممكن تكون لها صحة، ممكن تكون عبارة عن شكوك، لأن التحقيقات ما خالصة وما طالع نتائج وما طالع قرارات محاكم. لكن على الرغم من هذا اكو حركات فعلا دا تشتغل على الأرض مثل ما نشوفها، دا تضر بالأمن القومي للبحرين وللخليج العربي عموما. هاي الحركات للأسف الشديد يغلب على طابعها التشيع، اللي مو تشيع أصلي، تشيع صفوي اللي ما فاهم شنو التشيع أصلا، ومعظمهم من الجهال البسطاء اللي مغسولة عقولهم، اللي يقلدون رجال الدين بدون فهم، ما يستخدمون عقلهم. لأن أنا دائما أقول التقليد مشكلة، عندما تلغي عقلك وتقلد آخر، الآخر يقودك مثل ما يريد، صح أو خطأ، مجرد أنت تؤمن به وتؤمن بأفكاره، وهذه المصيبة. المهم، فأنا أنصح أهلنا بالبحرين أن يفكرون ببلدهم. بلدهم أهم من مذهبهم، اللي يأمن حياتهم واللي يأمن عيشتهم واللي يأمن مستقبل أبنائهم هو بلدهم، أما مذهبهم ما يسوي هذا الشيء. أيضا للي يأيدون إيران والولي الفقيه والخزعبلات والخرافات مالته، أنا أنصحهم أن يجربون تجربة بسيطة، أن يروح يعيش شهر شهرين بإيران، بشرط أن ما يأخذ فلوس البحرين يروح يصرفها على هذول، لا، يروح يقعد بنص الفرس يفضل. يعني هو ممكن أن يقعد بالأحواز راح يلقى معارضة لإيران، يقعد ويا الأكراد يلقى معارضة لإيران، لا، خليه يروح يقعد بنص الفرس اللي يقودون إيران، ويجرب أنه يعمل أو ينافسهم بعمل أو ينافسهم حي، راح يشوف شلون احتقار للعربي والإنسان العربي، وشلون عندهم أنفة. حتى الإيرانيين الملحدين أنا جربتهم بالخارج، يحتقرون العرب وعندهم كره أعمى للعرب وللخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالذات، يعني الملحدين. وطبعا الملحدين الإيرانيين أكثر المتشيعين الإيرانيين وأكثر الفرس هم ملحدين اللي بالداخل والبالخارج، لأنه أنا شفت آلاف وربما عشرات الآلاف الإيرانيين بالخارج، مجرد يوصل للخارج خاصة من الأصول الفارسية هو يتحول إلى إنسان ملحد مباشرة. الدين يعني صنعة مثل ما نقول، فليش ما تروحون تجربون يا أخوان وتشوفون قيمتكم؟ وأنا أقول لكم يا أهلي قدام، أنتم قيمتكم ما راح تكون أكثر من إنسان عامي، هم السادة. أنت عام، ابنك عام، أنت اللي عليك تعمل تنطيهم الخمس، هم اللي عليهم يأخذون فلوس من عندك ومن أولادك وينطوها لأولادهم، يبنون مستقبلهم مستقبل أولادهم على حسابك وحساب مستقبلك وعلى حساب وطنك أيضا، لأن الأموال اللي جاي تنطيها لهم هي من وطنك. أيضا لو نرجع أنه هم الإيرانيين يعني فقط بهذا القرن، ما نرجع للقرون الأيام الصفويين اللي قبلها، فقط بهذا القرن احتلوا الأحواز واحتلوا الجزر الإماراتية الثلاثة، واحتلوا أو أخذوا من العراق بعد أن حركوا البرزاني الأب بحرب طويلة مع الأكراد بشمال العراق. أخذوا بالعام 1975 بالمفاوضات مع صدام حسين، أخذوا نصف شط العرب إكراها مجرد حتى توقف الحرب مع الأكراد، لأنه إما يدمر العراق وإما يأخذون نصف شط العرب. يعني خبث إيراني معروف، الخبث الإيراني معروف مدى التاريخ. وطبعا الإيرانيين يمتازون ميزتين، هذا اللي أشوفه مع احترام للجميع: البخل والخبث. المهم، فأنتم ما لكم أي قيمة أخوان، أنتم عبارة عن أدوات، عبارة عن مع احترامي حشرات، تزن عليه يضربها يقتلها أو يبعثها تقرص الآخرين، لا أكثر ولا أقل. ما لكم أي قيمة عندهم. أنا قبلكم أخوكم كنت أعتقد بأفكار إيران، وكنت مستعد أموت من أجل هاي الأفكار أيام صدام حسين. تصوروا، من تحررت من صدام حسين وقمت أقرأ وأكتب وأشوف، بدأ عندي تغير من كنت بالأردن قبل حوالي 15 سنة، واستمر التغير. طبعا الإنسان ما يتغير بيوم بعد يوم، إلى أن اكتشفت الحقيقة كاملة، اكتشفت أنه أنا كنت عايش بضلالة، كنت عايش بخرافة، كنت عايش بعالم آخر غير العالم الحقيقي، كنت متخلف فكريا، لأني كنت أقلد يسموهم مراجع، لأن المراجع أصلا ناس جهلة، بصراحة أقول لكم جهلة، وحافظين كم كلمة وهالكم كتاب الديكور وراهم واحد يعلم الآخر. مراجعنا جهلة، أقول لكم إياها بكل صراحة، ما يعرفون أي شيء عن الدين غير مصالحهم وأكاذيبهم والخمس. هذه أقولها بكل صراحة مع احترامي لبعض المراجع اللي جاي يوحدون الصف الوطني
وجاي يحافظون على العراق من الحرب والدم مثل السيد السيستاني، لكن هذول أقلية، الغالبية العظمى جهلة. نرجع للموضوع الأساسي اللي أحكيه. إيران جاي تخطط تتوسع، وطبعا هي تريد تتوسع بأماكن كثيرة، من ضمن هاي الأماكن هي تريد تأخذ البحرين، لأنه حسب تصريحات الكثير منهم يعتقدون البحرين جزء منهم. ايديهم ما تقدر توصل للبحرين، لأن دول الخليج العربي قادرة على أن تكسر ايديهم، وهم جبناء خبثاء. فشي يسوون؟ ياخذون البسطاء من الناس يخدعوهم بأمور المذهب والمهدي والأحقية بالحكم. طبعا العلويين ما لهم أي حقية بالحكم، لو نرجع للحقيقة، واللي دمروا العالم الإسلامي هم العلويين. يعني أبو بكر البغدادي علوي، حسيني علوي، والخميني حسيني علوي، والحوثي حسيني علوي، والحرب هاي اللي جاي يصير عندنا والدمار اللي جاي يصير عندنا كله سبب الحسينية العلوية.